عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. واول ما حسيت ان انا عايزه اتحول لكائن كيوت قلت اطلع اعمل معاكم اللوك ده واجرب معاكم حاجات جديده. عارفين اللوكات اللي هي السهله الممتنعه اللي انت تكوني عامله فيه حاجات كتير جدا وفي الاخر تباني سيمبل وكيوت ووشك منور جدا زي ما انت شايفه. اللوك ده اتعمل بخطوات سهله جدا. فروحي بقى هاتي حاجه كليها او حاجه اشربيها واستمتعي وانت بتتفرجي على الفيديو ده. لو انت اول مره تشوفيني ما ينفعش خلاص ما تشوفنيش تاني، انزلي دلوقتي حالا اعملي اشتراك من المربع الاحمر موجود تحت الفيديو، وهتلاقي جرس صغير دوسي عليه او فعليه عشان يوصلك مني اشعار او نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وغير كده يلا بينا. معايا حاجات كتير قوي المفروض ان انا هجربها، بس قبل ما ابتدي معاكم عايزه اقول لكم ان انا في عدسه بجربها الفتره دي اللي هي في عينيا دلوقتي حرفيا انا مش شايفه بيه خالص. مش عارفه ده من العدسه دي ولا من الكوليكشن كله، اكيد هعرف وهطلع اقول لكم، بس عشان ما حدش يسالني على اسم العدسه اللي انا لابساها دلوقتي خالص لغايه ما اعرف هو انا اللي مش شايفه ولا ده بسبب اللينسز اللي انا لابساها. وجايه لكم بقى النهارده ومجمعه لكم حاجات كتير قوي عايزه اطلع اتكلم معاكم فيها واجربها معاكم، وفي حاجات هجربها لاول مره وفي حاجات بجربها بقالي فتره وعايزه اقول لكم عليها تعملها معاكم. الميست ده وظيفته ان هو يديني ريفريش كده للبشره ويخليني ايه مروقه على حالي. هبتدي ارشرش كده على وشي شويه، اسيب وشي لما يشربه براحته. فين بجربها بقالي شهر. هو الواكس بتاع الحواجب ده من عند باركيس. بصوا بنات حجمه قد ايه، تقريبا ده اكبر واكس حواجب ممكن تلاقيه، وسعره كمان حلو جدا جدا جدا. بصوا كميته كمان من جوه كبيره قوي، وانا بقالي حرفيا شهر بستخدمه على العرايس وعلى نفسي. عايزه بس اوريكي البنات اللي حافظين ان انا حواجبي مش بتقف بسهوله ومن الحواجب العنيده، ومش لازم كل مره لما اجرب حاجه اقول لكم كده خلاص المفروض ان انتوا حفظتوا. وانا كنهى عليا انا ما بحبش ستايل الحواجب المرفوعه عليا لانه مش بيبقى احلى حاجه عليا. بحب ستايل الحواجب اللي نايمه، فانا هجربه معاكم على حواجبي العنيده جدا 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 عشان اوريكي هيعمل ايه معايا في شعر الحاجب. باخد منه شويه كده وببتدي زي ما اتعودنا او زي ما بنستعمل اي واكس. اهم حاجه وانتي بتستعملي الواكس بتاعك تخلي الواكس يغلف الشعرايه كلها. عايزه اقول لك الواكس ده على كميته دي كلها كمان اقل من 150 جنيه. فانا باخده كده وببتدي احطه بطريقه العكس يا بنات، يعني بنحكش بيه الحاجب عكس كده عشان يملى معايا الحاجب كله. وبعد كده باخد السبولي بحطها بلمسها بس كده، وبعد كده ارجع اسرح شعر الحاجب. ابو لهب اللي مش بيليق عليا خالص، ابو لهب لوك. شايفين؟ مش عارفه بحسني غريبه قوي يا بنات وانا موقفه شعر حواجبي، فانا بحسه وهو عادي احلى بصراحه. في بنات كتير قوي بيليق عليها الستايل بتاع الحواجب الواقفه او شعر الحواجب اللي مرفوع، بس انا بحسني لا مش من البنات دي، بحس ان انا شكل وستايل الحواجب العاديه عليا احلى. بصوا كده، بصوا شعر الحاجب بقى كله مفرود ومرفوع معايا ومتسرح ازاي، وفي نفس الوقت اديله ثانيتين ينشف مش هيتحرك من مكانه اطلاقا. بصوا يا جماعه والله الحواجب العاديه احلى. بصوا طب بصوا الفرق عليا انا، الفرق بين الناحيتين. بصوا الفرق بين الناحيه دي والناحيه دي. اولا الحواجب المرفوعه دي اتعملت للبنات اللي ما عندهاش مساحه، عشان رفعه الحاجب بتدي مساحه كبيره جدا. بصوا فرق المساحه عندي قد ايه. انت ميك اب ارتست هيساعدك قوي 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 في شغلك، بالذات للبنات اللي ما عندهاش مساحه في حواجبها. هعمل الحاجب التاني، بس انا كنهى بحب ستايل الحاجب ده عليا انا، انما في شغلي بفضل ستايل الحاجب ده للبنات اللي ما عندهاش مساحه، وبعدين بيكون ترندي وفي نفس الوقت بيكون شكله حلو جدا. ابتدي اسرح. بصوا يا بنات، بصوا المنظر، بصوا الشعرايه بتتفرد معايا ازاي وبتثبت وبتكلبش في مكانها. شكل مسخره، بس انا فعلا عايزه اوريكم الايفكت بتاع الواكس عامل ازاي. بصوا بقى انا ممكن انيمه كده شويه بالشكل ده. بصي شكل الواكس فارد الشعرايه موقفه معايا ازاي. هروح ارسم حواجبي سريعا جدا وارجع لكم. رسمناها كتير قوي مع بعض، والبنات اللي ما بتعرفش ترسم حواجبها بعد الواكس هسيب لك تحت الفيديو ده في الديسكربشن بوكس بدل الفيديو 2 تقدري ترسمي بيه حواجبك بمنتهى السهوله. عشان الفيديو النهارده فيه حاجات كتير جدا عايزه اجربها معاكم، مش عايزه الفيديو يبقى طويل قوي معاكم عشان ما تزهقوش وما تملوش مني. هروح ارسم حواجبي وارجع لكم. الشكل ده رجعت لكم بعد ما رسمت حواجبي وبنضفها كمان بالكونسيلر. عايزه اقول لكم ان انا هستخدم معاكم النهارده طقم فرش واحد بس عند براشيا. لو انت ميك اب ارتست مش هتحتاجي اي حاجه اطلاقا بعد الطقم اللي انا بوريهولك. خدت منه اول فرشه اللي هي دي ورسمت بيها الحاجب. بصي الفرشه عامله ازاي ورفعها عامل ازاي،
خطيره. الطقم الابيض من عند براش يا بنات ده ممتاز جدا. تاني فرشه خدتها نضفت بيها الحاجب، الفرشه اللي بتيجي بالشكل ده. عايزه اقول لك انا جايبه زيها من عند بلويس، سعرها حوالي 450 جنيه. الفرشه دي موجوده برده جوه الطقم الابيض عند براشيا. بصي شكل الفرشه عامل ازاي، تقدري تنضفي بيها الحاجب وكمان تقدري تحطي بيها بيز على جفن عينيكي بالشكل ده. اخد الفرشه دي ثلاثيه الابعاد برده يا بنات، بس فلافي كده شويه، وهبتدي ادمج بيها هنا، اسحب كل الزياده وكمان اثبت بيها بشويه لوز باودر الكونسيلر اللي انا حطاه على جفن عينيا ده. طرحتي باظت وانا كنت بعمل جاهده ان انا ما بوظهاش. هاخد شويه لوز باودر كده وهبتدي اثبت كل الجفن ده. عايزاكم بقى تركزوا على الحاجب وعلى ثباته وعلى شعر الحاجب اللي بقى دايركت مفروض كده معايا وشايفينه عامل ازاي. عايزه اوريها لكم، عايزه اوريكم الطقم ده فيه كل الفرش بتاعه العيون اللي ممكن تكوني محتاجاها، وممكن كمان تخليكي بروفيشنال جدا، لان مقاسات الفرش هنا بتفرق قوي يا بنات. فرش احترافيه جدا جدا جدا. عايزه اوريكي كده كام فرشه منهم واوريكي كمان مقاساتهم عامله ازاي. بصوا الاربع فرش دول وبصوا مقاساتهم عامله ازاي. تعالي اجربهم لك اكتر واحنا شغالين، وبرده اللينك بتاع براشيا تحت في الديسكربشن بوكس. واول فرشه هاخد فرشه بلاند كبيره او فرشه دمج كبيره بالشكل ده، وهبتدي احط بيها لون انتقالي على جفن العين. هعمل الباليت دي بتاعت هدى بيوتي اللي هي اسمها روز كوارتز، وهاخد اللون البينك الهادي قوي ده كلون انتقالي، بس هدفي بيه جفن العين كله ده. وبعد كده هاخد الدرجه الغامقه دي، لان اللون الاولاني ما بانش على جفن عينيا، بيكون بيبي روز فاتح قوي يا بنات، بتحطيه عشان بس تدرجي بيه الالوان بتاعتك. خدت درجه اغمق سنه وهبتدي احطها. الفرشه الكبيره بتاعه البلند من طقم الفرش اللي انا لسه موريهولك حاجه. فرشه اصغر شويه اوريدي انا شغاله بيها كتير جدا وفيها لون. هاخد الدرجه دي احطها هنا، هغمق بس الكورنر، هعمل حاجه ناعمه قوي 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 يا بنات بالشكل ده كده، والناحيه الثانيه كده. عايزه ابقى حريصه قوي ان انا اعمل حاجه ناعمه، عايزه قوي ابقى كيوت. هستخدم كمان البيجمنت بتاع بلقيس، قلت لكم عليه قبل كده، برجع لكم بعد الاذان. بتاع بلقيس كلمتكم عليه قبل كده، ناعم جدا وما بيحتاجش جلو، لمعته جميله في العين، وفي منه درجات كتير، وفي نفس الوقت حجمه كبير وكميته حلوه جدا، وسعره مناسب جدا 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 للبنات الميك اب ارتست، كمان البنات اللي بتحب بس الميك اب. عايزه اقول لك الكواليتي بتاعته من احلى البراندات واحلى الكواليتي اللي انا استعملتهم في حياتي. كان البيجمنت ده من عند بلقيس. هستخدم الدرجه دي يا بنات، دي رقم 34، دي بيبي روز، وهبتدي احط البيجمنت بتاعي بالشكل ده. بصي البيجمنت عامل ازاي ولمعته اصلا عامله ازاي، لمعته قويه جدا 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 ومش بيحتاج منك جلو ولا اي حاجه. انا خدته بفرشه فلات مبططه كده شويه وابتديت احطه، وهبتدي كمان اوزعه لان هو البيجمنت بتاعه قوي وانا عايزاه البيجمنت بتاعه يبان معايا خفيف زي الناحيه الثانيه. فهبتدي افضل اتابع عليه لغايه ما يطير منه اللي يطير ويفضل منه اللي يفضل بالشكل ده كده. دي كيوت قوي لوحدها مع الميك اب، لما بيخلص بيبقى شكلها خطير قوي يا بنات قوي. رقم 34 من البيجمنت بتاع بلقيس. هاخد الفرشه بتاعتي اللي كان فيها لون وهي فاضيه وابتدي اموهه كده، لان انا مش عايزه كات كريس ومش عايزه بيجمنت صريح، انا عايزه ضي اللون بتاع البيجمنت بس. فاللون اللي انا كنت حطاه، اللون اللي انا خاتمه بيه في الاخر، هاخد نفس الفرشه وابتدي اموهه كده على البيجمنت نفسه، يكون في ضي من البيجمنت، وده بس اللي انا محتاجاه في اللوك ده. بقول لك اي حاجه بسيطه قوي هتعمليها في اللوك ده هتبان معاكي، لان اللوك بيبان باقل حاجه. يعني احنا دلوقتي هنحط مسكره هتحسي ان العين بتتبروز معاكي اكتر، واللوك ده للناس اللي ما بتحبش الميك اب، خلي ملامحهم حلوه قوي بالشكل ده. هحط طبقه مسكره خفيفه من نفس البيجمنت. في درجه بحبها جدا اسمها 01 اللي هي الدرجه دي، مش عارفه هي 01 ولا 10 بس تقريبا 01 اهي بنات 01، بس هي جايه لكم مقلوبه. بحبها قوي قوي قوي. بصوا بقى الدرجه دي انا بعمل بيها ايه وبنور بيها ازاي. هاخد فرشه بغنطوطه كده من نفس طقم الفرش، زي ما قلت لك طقم الفرش كله حرفيا احترافي ودرجاته حلوه جدا.
هاخد حبه من البيجمنت ده وهبتدي احطهم هنا، لان انا عايزه الدنيا معايا كلها تكون جلوي. بصوا بنات، ده بيجمنت، ده بيجمنت، ده يا لهوي. بصوا القمر كده، والناحيه التانيه كمان مش كتير، حاجه بس تديني لمعه، لمعه بس مش لمعه ترتب بصراحه، هي لمعه حلوه قوي. ونفس البيجمنت احط منه شويه هنا وشويه هنا كده. تكمل معايا قله الادب اللي احنا فيها دي، هركب اللاشز دي قصيره من قدام وطويله من ورا من عند براشيا، وهركبها بالجلو صغنن ده. الجلو ده يا بنات هو الجلو بتاع لاتكس اللي سالتوني عليه من عند براشيا، بس ده الحجم الجديد. فانا هاخد الجلو ده، عايزه اقول لكم الحجم الجديد ده برده بيقعد كتير جدا، بيطلع لك يا دوب هي النقطه اللي انت هتشتغلي بيها. هاخد منه نقطه كده، النقطه اللي طلعت دي شايفينها، وببتدي اوزعها على الرمش كله بالشكل ده. سهل جدا في الاستخدام، التيوب بتاعته دي بتخليكي متحكمه فيه ان انت ما تطلعيش كتير، هو انت بس تتحكمي في اول نقطه هتطلع منك وابتدي وزعيها بالراحه على الرمش كله. انا مش هعمل اي حاجه في العين، وهبتدي انضف البشره كويس جدا بالشكل ده، وانضف الطرحه كمان كويس جدا. هبتدي اعملها ببشرتي، هبتدي ارطب بشرتي بالمرطب ده، مش هتكلم معاكم برضو عليه دلوقتي غير لما اكون رايي فيه خالص. هبتدي احط كده المرطب ده بنات للبنات اللي بشرتها دهنيه والبنات اللي بشرتها مختلطه، هبتدي ارطب بيه البشره واوزعه كده كويس جدا على البشره، ان انت تطلعي بيه المنطقه بتاعه تحت العين بالشكل ده. وهبتدي اعمل مساج بايديا كده عشان البشره تمتصه، لان المرطب ده كله من منتجات طبيعيه ما فيهوش اي كيميكالز خالص. انا هبتدي اساعده بس ان البشره تتشربه معايا اسرع. ان انا حطيت المرطب ونزل على الحاجب. بصوا يا بنات شعر الحاجب عامل ازاي، شعر الحاجب ما بيتحركش من مكانه اطلاقا، ده للامانه بسبب وكس الحواجب ده من عند بلقيس. المرطب بقى مخلي البشره معايا ستيكي، وانا بحب الاحساس ده قوي قبل الميك اب. اي حاجه بتحطيها وبتحسي ان هي بتلزق شويه كده اعتمديها في الميك اب، لان هي بتخلي الميك اب يثبت اكتر ويكلبش على وشك. اوريكم فرشه انا كنت هموت عليها، كنت حاساها هي اللي بتعمل كل حاجه. اي حد شغله حلو كنت بقول الفرشه دي هي السبب، اي حد شكل الفينش بتاع البشره معاه حلو كنت بقول الفرشه دي هي السبب، لغايه ما جبتها. بصراحه جبتها برده من عند براشيا. الفرشه يا بنات كابوكي، بس كابوكي فلافي. اولا الفاونديشن ما بيقعدش فيها اطلاقا، كنت حاسه ان انا هبيع كليتي عشان اجيب الفرشه دي، وبصراحه لا، لقيت سعرها كويس وسعرها مناسب برده من عند براشيا. وهستعمل الفاونديشن ده من اوفيس درجتي فيه اكس 007. هاخد شويه كده. عايزه اقول لك الفرشه دي بتعمل ايه، الفرشه دي بتديكي شكل فاونديشن ناعم جدا على البشره، مش بتديكي كفر عالي، بالعكس هي بتدخل الفاونديشن جوه البشره بطريقه حلوه جدا، في نفس الوقت بتخلي شكل الفاونديشن لايت قوي على البشره. يعني هاخده كده مش هتحسي هو الفاونديشن اللي احنا استخدمناه مع بعض كذا مره والتغطيه بتاعته عاليه جدا، لا الفرشه دي بتديكي منه الكفر الناعم قوي. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات الحلاوه، لا والله بصوا، يعني بصي الفرشه يخرب بيت جمالها، بصوا الجمال، ولا خط واحد الفرشه عاملاه. الفرشه دامجه كل حاجه في مكانها وموزعه، وممكن جدا ما تستخدميش بعديها بيوتي بلندر، بس انا كنوها انا بحب احساس البيوتي بلندر على البشره، بس هي الفرشه تقدري تحطيها من غير ما تستخدمي اي بيوتي بلندر. بصوا اصلا ولا عامله خط واحد حرفيا، وفي نفس الوقت تبصي على الفرشه مفيش اي تكتل. الحبه اللي في النص دول بتقولك انا لسه فيا فاونديشن، اتفضلي وزعيني. انت شايفه بمجرد ما بتوزعي كل اللي موجود على الفرشه بالشكل ده، بصيتي على الفرشه هتلاقيها ما فيهاش تكتل اطلاقا، على عكس فرش كتير بتبتدي تعمل تكتل جوه الفرشه. وهبتدي اخد تاني كده واوزع كده. عامله ازاي؟ هاخد كده البواقي وابتدي اوزعهم كده. انا ما بحطش تحت العين، هي اوريدي الفرشه معايا فاضيه يا بنات بالشكل ده. حبيتها قوي. هقول لكم برده مشكلتي معاها ايه. مشكلتي معاها ان هي مش بتعرف تحدد لي الحاجب عشان هي منفوشه كده، فباخد فرشه فلات وابتدي احدد بيها الحاجب على الشكل اللي انا عايزاه.
يعني انا عايزه انضف فوق الحاجب دايركت كده، باخد الحته دي باي فرشه فلات عندي، بحيث ان انا احدد بس الحاجب بتاعي بالشكل ده كده. والناحيه التانيه كمان، بحيث ان الحاجب يبان معاكي مهندم اكتر وشكله حلو جدا ويبان رسمته اكتر. بقى للفرشه بتاعتي وهي فاضيه، وابتدي اوزع من تحت على فوق، اخد بس اللي فوق الحاجب كده وابتدي اوزعه. بصوا المنظر بقى عامل ازاي، تحفه بالشكل ده كده. وايه الفرشه حبيتها كده. انا عايزاكي تاخدي بالك ان انا يا دوب وزعت بالفرشه بس، ما وزعتش خالص بالبيوتي بلندر، وحرفيا ولا خط موجود على بشرتي اطلاقا، مع اني مستخدمه فرشه. وكلنا عارفين ان الفرش بتبتدي تعمل خطوط، او الفرشه بتبقى خشنه فبتبتدي تعمل نقط، دي اطلاقا. بصي شكل الفرشه والبراند بتاعت الفرشه دي من عند براشيا، هسيب لكم برده اللينك بتاع براشيا تحت في الديسكربشن بوكس. هاخد عجله الكونتور بتاعتي من كيلولان، وهاخد الدرجه دي واعمل بيها كونتور حاجه بسيطه قوي كده، ونرفع خدودنا شويه كده وكده، ونصغر النوز دي شويه، شويتين 3 كده مثلا. معايا شبه نظيفه، اديها مسحه، وبعد كده اخد اللون الفاتح ده اعمل بيه هايلايت، لان انا عايزه البشره تكون منوره اكتر. عشان الكياته اللي احنا فيها دي عايزه تبان، الكياته دي بتكون حلوه قوي بصراحه على البنات البيض، واللي مش بيض بننور بالهايلايت كده بنات لغايه ما نبيض كلنا بالشكل ده كده. ابتدي انور هنا كل الاماكن اللي انا عايزه اعمل فيها ايه، هايلايت واضاءه. وهنا كمان بحب قوي كده اهي، بحب اعمل كده عشان لما بعمل كده بحس ان الخد اتبرز معايا اكتر كده. والناحيه التانيه كمان بالشكل ده. وعايزه درجه بلاشر تكون بامبي او بيبي بينك، ودرجه الكيوت قوي دي انا عايزه الدرجه دي. فانا بصراحه مش عندي، بس عندي باليت الروج دي، فممكن اخد منها الدرجه دي، على ما اعتقد دي بامبي شويه، مش عارفه. تعالوا كده نشوف. يعني قريبه منها شويه، هي الدرجه دي اللي انا هاخدها كده وكده، وازود هنا شويه وازود هنا شويه. تعالوا بقى بعد الخريطه اللي احنا عملناها، الشطاره بقى في الموضوع ان انت تعرفي تدمجي كل حاجه في مكانها، عشان انت حرفيا لو دمجتي كل حاجه في مكانها هتبقي بيرفكتو، وهيطلع معاكي الوش متقسم بالطريقه اللي انت عايزاها. طب ده نعمله ازاي؟ فنوها بصراحه بعمله بالفرشتين دول، الفرش اللي انا بقول لكم عليهم اللي هم ثلاثيه الابعاد. الفرش دي بتكون حلوه جدا وبتساعدني جدا في الشغل. هاجي هاخد الفرشه اللي هي حجمها كبير شويه، وهبتدي ادمج كل الكونتور بتاعي بالشكل ده. ومش عايزه اقاسها قوي لان الكونتور بتاع كيرولان بيثبت في مكانه، يعني مش لو سبته ورجعت له بعد شويه هدمجه، لا، فخليني ادمج على طول. وهنا هاخد البلاشر والكونتور الاثنين مع بعض. ركزي كل حاجه انت عاملاها ادمجيها في مكانها، بحيث ان البشره لما تندمج معاكي يبقى كل حاجه معاكي حرفيا بيرفكتو وحلوه قوي بالشكل ده كده. وهبتدي اطلع على فوق، ومش مهم الطرحه. تمام. الناحيه الثانيه برضو اهم حاجه مقاس الفرشه معاكي يكون مناسب عشان تدمجي كل حاجه في مكانها. خصصي لنفسك كده يا ست البنات فرشه مثلا للدمج، فرشه لدمج الكونتور والبلاشر مع بعض، مفيش اي مشكله، فرشه لدمج الكونسيلر. خصصي لنفسك فرشه لكل حاجه عشان وانتي بتعملي تبقى الدنيا سهله معاكي. بصي انت كده لو خدتي بالك انا دمجت كل حاجه في البشره الا الكونسيلر والاماكن اللي انا سايباها عشان انورها. وبرده هدمجها بالفرشه اللي هي ثلاثيه الابعاد دي، هبتدي ادمج كل الفاتح. الفرشه دي بتاعه النوز
وهبتدي ادمج بيها. البنات اللي بتسالني الفرشه اللي بتدمجي بيها الكونتور بتاع النوز، بفضلها يا بنات تكون بكيرف كده، بتبقى موجوده عندك وانت بتقولي الفرشه الرخمه دي بيتعمل بيها ايه، مش هعرف ادمج بيها الاي شادو. دي بتكون ممتازه يا بنات في الكونتور بتاع النوز، بتكنتر كده وتصغر وبتخلي معاكي النوز سكر. قدامي اقل من 10 دقايق والنور يقطع، هاخد شويه روز باودر وهبتدي اثبت بقى كل ده عشان اطفي اللمعه الاوفر اللي موجوده في بشرتي دي بالشكل ده، لان الفاونديشن اللي انا مستخدماه كمان مليان زيوت. فهاخد كده وهبتدي اثبت كده. بقول لك كمان ان انا ضد جدا كميه البودر اللي بتكون كتيره على البشره، وبحب كميه البودر اللي تكون على البشره خفيفه على قد ما تقدري. يعني مش معنى ان انا بفضل اطبطب او ان انا بفضل اتاب يبقى كل ده بودر، لا، انا باخد الاسبونج ابتدي ادخل البودر جوه البشره اكتر بالشكل ده كده. كده هبتدي اعمل برونزر خفيف قوي لبشرتي بنفس الفرشه يا بنات اللي وريتها لكم من شويه. ومش عايزه اعمل برونزر كتير عشان انا مش عايزه اغمق، وفي نفس الوقت البرونزر اللي انا بستخدمه ده الدرجه بتاعته فاتحه. انا عايزه استخدم بلاشر درجه تكون بيبي بينك، وانا ما عنديش بصراحه الدرجه اللي انا عايزه استخدمها، فانا هاخد باليت الاي شادو اللي انا استخدمتها وهاخد الدرجه دي كده وهبتدي استخدمها كبلاشر كده. بيبي بينك ده ولا مش بيبي بينك؟ اتصرفنا ولا ما اتصرفناش؟ الجيش قالك اتصرفي. بصوا الكونتور عامل لي خد مش موجود في الحياه، شايفين؟ عشان نكمل الكياده هاخد فرشه مقاسها اصغر شويه وهاخد الدرجه دي وامشي بيها تحت خط الرموش. عايزه اقول لكم يا بنات بتفرق جدا لما بتحطوا الاي شادو بتاعكم تحت خط الرموش، احسن ما تسيبوه بيبقى قمر قوي. بعد كده هبتدي احط ماسكارا في الرموش اللي تحت وهتقلها شويه وهخلي الماسكارا شبه تكتل مش هتكلكع كل رمشين في بعض كده. عايزه احط هايلايتر بينك بس هو اتكسر مني، بصوا. فانا هاخد كده بصبعي انزله على ايديا، لان لو ده حطيته في وشي هيبقى لمبه ريد، واللي هيفضل في صبعي كده هو اللي هحطه. احاول ادوبه اكتر واخد شويه من هنا احطهم هنا. شايفين الهايلايتر ده من احلى انواع الهايلايتر اللي ممكن تجيبيها في حياتك، بس حافظي عليه عشان بيتكسر بسرعه. الهايلايتر بتاع ندى سالم اللي هو جلو سان كده يا بنات. والله ما حاسه ان انا محتاجه احط روج، هو المرطب اللي انا حطاه كفايه قوي، وحاساه كمان حلو قوي على اللوك وخدني وعامل زي ما انا عايزه، بس انا لازم احط روج. تعالوا كده هنسحب احط الدرجه اللي انا كنت حطاها كبلاشر من شويه. تعالوا كده. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الفرشه من نفس طقم الفرش. بصوا هو الدرجه مش البامبي اللي انا عايزاها او مش البيبي روز اللي انا عايزاها، بس انا هقدر اخليها بيبي روز لما احط عليها جلوس. تعالوا كده نجرب. كده هاخد الجلوس ده بتاع جلوسان وهبتدي احطه كده، ده اللي هرسم بيه الشفايف بقى بصراحه. بالشكل ده بنات. وبعد كده هاخد شويه كومباكت باودر صغننين قوي وابتدي انور المنطقه بتاعت تحت العين دي اكتر، مع ان هي بالفعل منوره جدا. بصوا عشان احنا دمجنا كل حاجه في مكانها وعملنا حرفيا كل حاجه في مكانها. بصوا كده بالشكل ده اكون خلصت معاكم الميك اب لوك. مش هسميه ميك اب لوك باربي ولا الترند ولا الكلام ده عشان احنا مش باربي خالص، بس انا عايزه اوريكي الميك اب ده بيحلي الشكل ازاي، بيخليكي كيوت جدا، حاطه كل حاجه وعامله كل حاجه وفي الاخر باينه كيوت قوي. بصوا انا عايزه اقول لك انا مبسوطه جدا 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 بشكل الميك اب وانا شايفاه كده في المرايه. تفاصيله حرفيا تجنن، شكل البشره يجنن، مع اني شغاله ميك اب وانا بشرتي تعبانه جدا وفيها اثار حبوب كتير جدا. حرفيا بيرفكت جدا. عايزه اقول لك كمان بصي الواكس بتاع الحاجب عامل ازاي،
حرفيا هو مكلبش الحاجب بطريقه، هو ماسك فيه. معرفش اتكلمت معاكم عليه غير لما جربته بقالي شهر. جربته على عرايس وجربته على موديلز كتير وجربته على نفسي. من احلى انواع الواكس اللي هتقدري تستخدميهم في حياتك. حجمه كبير جدا وسعره رخيص قوي. مكان جبت منه اي حاجه حلوه وعجبتني هسيبها لكم تحت في الديسكربشن بوكس. من عند شمس ستور، درجاتهم رقم 3 ورقم 2. رشوا لمعه حلوه في الوش، مش بيرشوا جليتر. معايا منهم درجتين، معايا الدرجه الجولد ومعايا الدرجه الروز جولد. تعالوا كده نجرب الدرجه الروز جولد على الميك اب اللي احنا عاملينه كده بالشكل ده. ياي تحفه. مش عارفه هيبان عندكم ولا لا، بس هو قدامي خطير يا بنات. ده بترشي بيه كده شبه شimmer او شبه بودر فيها لمعه بتخلي الوش كله يلمع، ما بيبقاش جليتر وما بيبقاش حبيبات سباركل. بالعكس ده بيبقى حاجه ناعمه قوي بس بتلمع. مش عارفه ممكن تشوفوها ولا لا. انا حاسه ان المروحه بتطيرها. بس بصوا كده على ايديا. احط منه كمان على بصوا عمل الجلوس ازاي. انتوا شايفين هو عامل في الجلوس ايه؟ هو خلى الجلوس حرفيا مرايه. لا كفايه كفايه. لكم ان هم على الجسم بيدوا لمعه حلوه جدا، وعلى البشره كمان بيدوا لمعه حلوه قوي قوي قوي. بس اللمعه مش ترتر، مش حبيبات سباركل او حاجه محسوسه، لا الهايلايتر وبيخلي الوش بيلمع لمعه حلوه جدا. معايا منه زي ما قلت لكم درجتين. بصوا بنات، بصوا هو في لمعه في ايديا، يا رب تشوفوها كده. ده كان اللوك بتاع النهارده، يا رب يكون عاجبكم زي ما هو عاجبني، عشان هو حرفيا عاجبني جدا جدا جدا. واكتبي لي اكتر حاجه عجبتك ايه، والتكنيك بتاعه كان سهل ولا لا. كده كده كنا خلصنا اللوك بتاعنا مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبي لي بوصه كبيره في الكومنتات على خير فيديو جديد او ريفيو جديد ان شاء الله.